اليوم رح نعمل موز محشي بالشوكولاتة بعجينة الباف بيستري. نحتاج لوصفتنا موز على قد ما نحن بدنا نعمل. بنفرغ الحبة من النص عشان بدنا نحشيها بقطع الشوكولاتة. بنحاول ما نوصل للنهاية، لنص حبة الموز تقريبا بس بنفرغها. هيك نحن فرغنا القطعة اللي عنا حبة الموز. نحشي بقطع الشوكولاتة، وإلكم الخيار إذا بتحبوا الدارك شوكليت أو بتحبوا الشوكولاتة اللي بالحليب. بنجيب عجينة الباف بيستري، بنقطعها لشرايح. كتير سهل تقطيعها، ما بياخد لا جهد ولا وقت. وهلأ بنبلش نلف بالعجينة حوالين قطعة الموز اللي نحن حاشينها بحبات الشوكولاتة. لتخلص عنا الكمية كاملة بنلفها من فوق حتى يكون الشكل هو اللي بدنا اياه يكون ظاهر، وبنسكرها من تحت. هيك نحن خلصنا لف العجينة حوالين حبة الموز. ندهنها بصفار البيض بعد ما نكون حطيناها بالصينية لتحمر معنا بالفرن وتاخد اللون الحلو اللي نحن بدنا اياه. بندخلها على الفرن بالرف الوسطاني لتنفخ عنا العجينة وتحمر وشها. وهيك بنكون عملنا أطيب موز محشي بالشوكولاتة بعجينة الباف بيستري بيت شاهي.